التجاره الالكترونيه في المغرب ولا الاي كوميرس. بزاف منا كيسمعوا بزاف هاد الفيديوهات كيطلعوا لك بزاف تيك توك انستغرام فيسبوك، اي منصه دخلتي ليها كيطلع لك شي فيديو بحال هكا. عندك 16 عام وباقي ما درتيش البورش ديالك، عندك 18 عام وباقي ما بنيتيش الفيلا ديالك في سيمانه. عندك واش حنا في 2026 وبنادم باقي كيمشي لاباط؟ حنا في 2026 وبنادم باقي كيقرا؟ واش مازال مانا باقي انت ديما باغي تبقى تخدم عند الناس، هما ينجحوا البروجيات ديالهم وانت باقي جالس كتخدم ليهم وكتنجح ليهم البروجي ديالهم؟ الا كنتي كتخدم راسك غير شي شويه كتخدم داك العقل اللي عندك، راه غتعرف بلي داكشي غير كتب وغير تسويق لي فورماسيون اللي كيديروهم. علاش دابا؟ حيتاش هو كون اصلا لقى التجاره الالكترونيه بلي فيها الفلوس وداكشي اللي كيسوق ليه، يعني ما غاديش يجي انه يقول لك لا راه التجاره الالكترونيه خصها غادي دير بها الفلوس، لا هادي واجي نوريك كيفاش، فهمتي؟ يعني هما اش كيديروا؟ هما راه كيسوقوا الكورسات ولي فورماسيون اللي كيديروا، فهمتوا؟ وهادشي اللي كاين. وبالنسبه لهذا اللي وكاين واحد النوع ثاني اللي كيقول لك مثلا حنا غادي نوريوك كيفاش تدخل الفلوس، غادي تعطيني 5000 درهم وانا غادي نتكلف ليك كل شهر غادي تبقى تجيك 10000 درهم كل شهر من ديك ال 5000 درهم اللي عطيتني، فهمتوا؟ هذا كيتسمى ثاني التسويق الهرمي. ولكن واش فيه الفلوس ولا لا؟ راه في الشهر الاول غادي يعطيوك الفلوس، ممكن يعطيوهم لك الشهر الثاني، ولكن انت غادي باقي خصك ديما تبقى تدخل الناس باش دوك الناس يبقاو يدخلوا الناس الاخرين، فهمتوا؟ وشكون اللي كيربح في الاخر؟ هو هذاك اللي كاين في الفوق، هو اللي كيربح، حيت كل ما دخلوا الناس كل ما كيتزادوا ليه الفلوس، هو كل ما كيدير شي حوايج اخرين. وكاين تاني واحد النوع اللي كيوري لك ديك الحياه ديال الرفاهيه وديال الفلوس، وانا عايش الحياه، انا هاني في تايلاند، هاني في ميريكان، هاني هنا هاني هنا، فهمتوا؟ ولكن واش بصح داكشي اللي كيوريك واش بصح ولا لا؟ وداكشي باش داروا اصلا؟ داروا بدوك الكورسات اللي كيبيع ب5000 درهم 1500 درهم الواحد اللي باغي يدير الفلوس دغيا. ولكن واش بصح ممكن انك دير الفلوس دغيا؟ لا، هادشي ما يمكنش، حيتاش باش انك دير واحد الفلوس خاصك واحد الحاجه، خاصك اولا واحد الرصيد معرفي، فهمتوا؟ يعني خاصك تكون عارف شنو هو الدومين اللي غادي تبدا به اول حاجه. من بعد غادي خصك تمشي تقرا على داك الدومين، واش كيفاش تبيع وفي كيفاش هذا. غادي خصك مثلا باغي تبدا التجاره الالكترونيه، باغي تبيع مثلا في شي موقع ولا في شي مهم، أه ولا مثلا باغي تبيع غير في ماركت بليس ديال فيسبوك، يعني غادي خصك تمشي تقلب على الفيسبوك ادز، غادي تمشي يعني غادي خصك تمشي تقلب على المعلومات وتقرا عليهم. ولكن واش دوك الكورسات اللي كيبيعوا واش بصح فيهم شي استفاده ولا غير كيبيعوهم؟ واش داكشي اللي فيهم واش اصلا ما كاينش في يوتيوب؟ واش اصلا ما كاينش في جوجل؟ يعني خصك غير تقلب شويه غادي تلقى داكشي كامل موجود اصلا، حيت المعلومات دابا كلشي موجود، كلشي كاين، داكشي كيهزو كيجمعوه في واحد الهدف، في واحد البي دي اف، وكيبقاو يبيعوه للناس ب5000 درهم 3000 درهم 1000 درهم كاع، الا كان زعما الا كانوا زعما باغيين انهم يديروا المزيان. ولكن واش داكشي اصلا داكشي موجود فين ما مشي غادي تلقاه، فهمتي؟ يعني خاصك غير تقلب وتبقى تقرا وهذا، راه غادي تلقى داكشي. ولكن حنا عارفين بلي حنا شعب مكاز، ما باغينش نقراو، ما باغينش نقلبوا، باغيين الحاجه اللي سهله دغيا دغيا. المهم بالنسبه لينا حنا وشنو اخر، عارفينك بلي محتاج، فشنو كيبيعوا لك الامل. عارفينك بلي باغي دير الفلوس، عارفينك بلي وصلتي ل 18 عام، يلا قلتي اصلا بسم الله في الحياه في 18 عام باقي ما عشتيش، يلا يلا وليتي كتقدر انا كتفكر بعقلك وبوحدك، فهمتي؟ يعني حيت قبل كانوا والديك هما اللي ديما كيقول لك دير هادي ودير هادي ودير هادي، فاش كتوصل 18 عام صافي كتقول صافي خصني ندير الفلوس، خصني ندير، خصني نفعل، ما خصنيش نبقى في الفقر. ولكن واش غادي ديرهم بصح؟ غادي ديرهم، ولكن غيخصك الصبر والخدمه بزاف. حيتاش اول حاجه خصك تعرفها، لاج موين ديال الناس اللي المليون، الناس اللي ولاو دي مليونير هو 40 عام.
وبالنسبة للاج موين الناس اللي شراو دار أول مرة هو 30 عام. يعني واش ممكن دير دار في 18 عام؟ يعني حيتاش الأغلبية أصلا كيديروا الدار في 30 عام. كيفاش بغيتي انت تجي ديرها في 18 عام ولا في 20 عام كاع؟ بصح كاينين الناس اللي لقاو ديك الثغرة كما كنقولوا ليها، واحد الثغرة وداروا بها الفلوس دغيا 20 عام 23 عام كتلقاهم داروا الفلوس. ولكن هادوك راه غير واحد النسبة اللي ما كتعداش، واحد الواحد في المية تقريبا. وكيفاش بغيتي انه يوريك مثلا ديك الطريقة اللي دار بها الفلوس، مثلا هو اصلا تلقى بنادم كتلقى بنادم عائلته ما يوريش ليه الطريقة، فهمتوا؟ يعني كيجي كيقول لك الا بغيتي نوريك الطريقة باش دير الفلوس من الانترنت راه خاصك تشري من عندي واحد الفورماسيون كنديرها ب1000 درهم. كتمشي انت كتشري ديك الفورماسيون كتلقى فيها معلومات اللي اصلا كاينين فين ما مشيتي، يعني داكشي ما كيزيدك حتى شي حاجه، فهمتوا؟ وفاش كتبغي تجي تطبق ما كتلقى داكشي ما يمكنش انه دير دوك المبالغ اللي كانوا كيقولوا لك بلي غديرهم غير في سيمانه في 15 يوم. اجي تشوفني انا درت هادشي في سيمانه، شريت مرسيدس، راه ما يمكنش. وبالنسبه لدوك الناس اللي باغيين انهم يديروا شي حاجه الصراحه، ممكن انكم تبداو التجاره الالكترونيه صراحه فيها الفلوس، ولكن شنو غيخصك اول حاجه تعلم شنو هي التجاره الالكترونيه، كيفاش غتخدم، شنو المنصه اللي غادي تبدا بها، شنو يعني هاد المنصه كيفاش كيخدموا فيها الناس، شحال ممكن تربح، وهذا الشيء كامل يعني خاصك تعلم. وشنو اخر بالنسبه للناس اللي باغيين معلومات وهذا، كنصحهم انهم اول حاجه خصهم يتعلموا اللغه الانجليزيه. كاينين كورسات باللغه الانجليزيه في يوتيوب، وداكشي موجود بنادم كيشرح كلشي من حتى زد، يعني كيفاش تبدا من الزيرو حتى تحقق واحد 5000 درهم ديالك في الاول. تاني حاجه غادي تخصك هي الاستمراريه، غادي خصك تكمل في داكشي. يعني دابا انت جيتي كتقارن راسك انت يلاه بادي، يعني انت كاين في الصفر، غادي خصك تطلع من الصفر حتى لواحد، ومن واحد حتى لجوج، ومن جوج حتى لثلاثة، وكتقارن راسك مع واحد كاين في مثلا 10 في واحد المستوى ديال 10. راه ما يمكنش انك توصل ليه دغيا باغي تنقص واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة 8 9 وتمشي ديريكت ل10، راه ما يمكنش. يعني غادي خصك اول حاجه غادي خصك تصبر وتتعلم وتغلط. تاني حاجه انا ما كنقولش لكم زعما التجاره الالكترونيه راه ما كاينش فيها الفلوس، كاينين الفلوس، ولكن غادي خصك تصبر في الاول. ممكن انك تدخل مثلا غير 100 درهم في الشهر الاول، من بعد الشهر الثاني تدخل 2000 درهم، حيت يلاه كتعلم. يعني مازال ما كتعرف لا تهضر مع الناس، ما كتعرف لا كيفاش تسوق المنتوج ديالك كيفاش. وبالنسبه للناس اللي باغي مثلا انهم يخرجوا من القرايه باش يديروا التجاره الالكترونيه، ولا انهم يخرجوا من الخدمه باش يكملوا يديروا المشروع ديالهم ولا التجاره الالكترونيه. اول حاجه الا كنتي مثلا خدام ولا كتقرا كاع، نفترض بجوج بكم كتخرجوا مع الربعه، يعني كتقراو يا اما 6 سوايع، كتقراو بجوج 6 سوايع، وهذا كيبقى لي يعني كان نهارك فيه 24 ساعه، نفترض 8 سوايع نعستي فيهم، شحال غادي يبقى لك في النهار؟ كتبقى لك تقريبا واحد 14 ساعة. إلا خديتي ديك 14 ساعة، إلا خصصتي واحد 4 سوايع تقريبا، غادي تخصصهم غير لداكشي اللي باغي دير، مثلا التجارة الإلكترونية ولا مشروع ديالك. المهم أي حاجة بغيتي ديرها غادي تركز عليها غير في ديك 4 سوايع. يعني دير واحد راس المال، مثلا انت تولي كل شهر كتشد واحد 5000 درهم، عاد ديك الساعة ممكن أنك تفكر في أنك تخرج من الخدمة وتفرغ للتجارة الإلكترونية. ولكن بالنسبة للناس اللي كيقراو ما كنصحهمش نهائيا انهم يخرجوا من القرايه ديالهم. كملوا واخا تكونوا كتربحوا الملايين، خصكم ديما تكملوا القرايه ديالهم، حيتاش واخا كيقولوا زعما القرايه ماشي مهمه وداكشي وداك التخربيق كامل ديال السوشيال ميديا، ما تيقوش عافاكم. التجاره القرايه راه واحد الحاجه اللي مهمه، هي كتعاونك. اول حاجه كتعاونك في بزاف ديال الحوايج. اول حاجه كتعاونك انك كتزيد انك تعلم. حتى الا بغيتي مثلا ما كنتي مثلا كتقرا شي دومين ما عاجبكش، مثلا تقدر تبدل شي دومين اللي كيعجبك. مثلا باغي تكمل مثلا في التجاره، تقدر دير البيزنس، الايكونومي، الفينانس، المهم اي حاجه عندها علاقه بالايكونومي ممكن انك ديرها.
ودير شي حاجة اللي كتعجبك، ماشي حيت قالوا لك راه هادي زوينة، راه هادي، فهمتي؟ يعني خصكم تكملوا في شي حاجة اللي كتعجبكم نتوما وباغيين انكم تكملوا فيها، وهذا الشيء اللي كاين اليوم.